قام السيد يوسف بشلاوي والي ولاية تلمسان مساء اليوم الاثنين 29 من سبتمبر 2025 بخرجة ميدانية لبعض أحياء بلدية تلمسان، وشملت الزيارة الميدانية كل من حي عبد المؤمن بن علي، يغمراسن بن زيان، أبو تشفين، حي الزيتون ووسط مدينة تلمسان، حيث عاين السيد الوالي عن كثب عدداً من النقاط السوداء المسجلة في هذه الأحياء، واستمع لانشغالات السكان المتعلقة بالتنمية المحلية، وأسدى تعليمات صارمة للسيدات والسادة الإطارات السابقين الذكر والمرافقين له في هذه الزيارة الميدانية بالحرص على ضرورة الإسراع في معالجة التسربات المائية المسجلة ببعض النقاط والتي تساهم في تدهور المحيط الحضري، دعوة مديرية البيئة ومؤسسة تسيير الردم التقني إلى تكثيف عمليات التنظيف ورفع النفايات مع وضع مخطط تدخل دوري ومنظم يضمن ديمومة النظافة في الأحياء، التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات قصد تقديم خدمة عمومية فعالة ترتقي إلى تطلعات المواطنين. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة تحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بعدم الرمي العشوائي للنفايات، مؤكداً أن النظافة مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً فعالاً بين المواطن والإدارة. آنس 24